صباح الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو السريع الجميل ده بقى عن حاجة جميلة جدا بنحبها، وهي الملوخية وما أدراك ما الملوخية وجمال الملوخية وطعم الملوخية. كلنا بنحبها جرين سوب. يلا بينا بقى هنشوف هنعملها ايه بسرعة كده وعلى السريع. الملوخية بقى بتاعتك لو انتي في الشتاء، خدي العروق بتاعتها هتعمل لك ايه، مطة كده حلوة. ولو انتي في الصيف بلاش تاخدي العروق بتاعتها عشان هتسقطها في الايه، في الشوربة. فاحنا دلوقتي قطفناها وغسلناها وصفيناها، ويلا بقى نخرطها. عارفين الملوخية دي، انا طبعا مع احترامي لكل الشيفات وكل الناس اللي بتعملها في الكبة واللي بتفرمها في الخلاط او بتحطها في كيس، بس الملوخية اللي تحت المخرطة دي ليها طعم تاني وشكلها شكل تاني، وطعمتها وحلاوتها تاني مختلفة. انا دلوقتي هقعد اخرط فيها بقى، وعلى فكرة بتطلع الطاقة السلبية وبتبقي مبسوطة قوي وانت عمالة بقى تخرطي. ده غير ان هي رياضة جميلة جدا بتنشطي الدورة الدموية. بصراحة فوائد كتيرة جدا لخرط الملوخية. نقعد بقى نخرط يمين وشمال، ونقلب في الصينية ونلفها ونلمها ونرجعها تاني نفردها، ونفضل كده لحد ما ايه، تتفرم كلها وتبقى زي ما انتوا شايفينها كده. لا هي مفرومة على الاخر ولا مطحونة خالص زي الكبة، ولا هي ايه، حتت كبيرة هي على قد ما انتي اجتهاداتك وعلى قد ما انتي بتوصلي بتقدري ايه، تفرميها وتوصلي للقوام اللي انتي عايزاه. شفتوا شطارتي، عملتها وخرطتها. هنقلها بقى في بولة علشان هشوف هطبخها ازاي. طبعا انتي بقى انا عاملاها على فرخة جميلة جدا كده بلدي، وشربتها هايلة علشان نقدر نعمل الملوخية الحلوة دي. بحتاج بس مكعب مرقة دجاج، ليه مش عارفة، بس والله العظيم بتفرق خالص في الطعم، جميلة جدا. جربوا وهتدعوني. احنا بقى هنشوف التكنيك بتاع الملوخية بيتعمل ازاي. طبعا لها طريقة مخصصة خاصة، مش كل حد يعرف يعملها. هتحطي شوية شوربة صغننين زي ما انتم شايفين كده. هي البولة اللي انا باخد بيها دي معلقة كبيرة، فعمالة بقى انا احاول في النهاية على كوباية، في النهاية كوباية شوربة. وحطيت المرق عشان تدوب. وهاخد بقى معلقة توم نية. اوكي تمام لحد كده. هنسيبها بقى تغلي شوية مع بعضها، وناخد شوية كزبرة ناشفة معاهم. ودي بقى القاعدة الأساسية بتاعت الشوربة. غليوا تمام التمام وفاروا كده، ناخد الملوخية بتاعتنا وننزلها. طبعا ننزلها مش ندلقها زي ما انا عملت في حاجات ما تعملوش زي فيها، وخصوصا لو الحلة بتاعتكم بتجري على البوتاجاز زي الحلل بتاعتي كده. بصوا بتجري مني زي على البوتاجاز. خلوا بالكم، خلوا بالكم في بوتاجازات كده مسطحة على طول، لازم تكوني واقفة ما جنبك، مفيش حد جنبك ولا اطفال ولا اي حاجة، واخدة كل ايه اجراءاتك الامنية. فهنقعد بقى نقلبها كده ونفكها من بعضها. طبعا هي لسه تقيلة لان الشوربة قليلة، فانا هاخد لها بقى معلقة شوربة تاني علشان افكها، وممكن معلقة تاني، بس خلوا بالكم لو زودتوها هتبوظوها. هي عينك انت كده ايه، بالنظر وتعرفي هتعملي ايه. اوكي الملوخية غليت وتمام التمام. يلا بقى نعمل الطشة. معلقة سمنة بلدي حلوة كده محترمة، ما تكتريش السمنة. اقولك ليه؟ عارفة ليه؟ عشان السمنة هتسقطها. هتقولي يعني ايه تسقطها؟ لا، تسقطها دي الملوخية هتبقى تحت والسمنة هتبقى فوق. اوكي، هو ده تسقطها، فمش هتبقى حلوة. احنا دلوقتي ماشيين بايه سوري، كل ما اجي اكلمكم مش عارفة ايه اللي بيبقى كده، كل ما اجي اعلق على اي فيديو زوري ماله مش عارفة. بس يلا بقى نستحمل بعض. حطينا الكزبرة بعد ما حمرنا الثوم شوية، ونفضل بقى نحمر شوية في شوية كده، بس ما نغمقهاش خالص عشان دي التقلية دي احنا اللي هناكلها وبتبقى على الوش. اوكي. وحاجة حلوة قوي ومعلومة مهمة قوي بتركة صغننة جدا هقولها لك عشان تعرفي تقدري تعملي ايه في الملوخية. احنا بقى جينا واحنا عملنا تش فوق الملوخية. حطينا، على فكرة يا جماعة انا مش عارفة ليه التصوير بلاقي فيه لقطات زي كده سريعة. اللي يعرف المشكلة دي يقولها لي في الكومنتات والنبي الله يخليكم، علشان مش عارفة ايه اللي بيحصل
ده عيب كاميرا ولا ايه مش عارفة بصراحة، بس انا ربنا يستر يعني بتعب في الفيديوهات والله. ويا ريت تشجعوني وتعملوا لي لايك علشان انا يعني مش عارفة ايه اللي بيحصل ده. الحسد وحش يا جماعة، والله العظيم العين وحشة فعلا. لما يبقى حد كده نقلك في حاجة وباصصلك فيها بتيجي من حاجات غريبة بتحصل. اهي الملوخية بتاعتنا خضرة وجميلة وحطيناها في الطاجن برضو زي المطاعم الفاخرة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. باي باي.